ومعانا تاني ريماس لاند. انا قلت ان انا بحب منتجاتهم جدا. جبت حاجات، في حاجات جديده وفي حاجات مختلفه عن المره اللي فاتت، وفي حاجات بصوص بس مختلف. فانا جبت لكم النهارده فتة شبح بندق. فتة الشبح البندق دي عباره عن رز بلبن وعليها بندق وملفي وصوص شوكولاته زي ما انتوا شايفينها كده، عليها بندق كتير. تعالوا ندوقها. بسم الله. زي ما قلت لكم قبل كده، الميزه بتاعت الرز بلبن بتاعتهم ان السكر بتاعها هادي، والصوص اللي فوق هو اللي بيديها طعم. هي حلوه لذيذه. ما ينفعش طبعا اروح عند الناس وما اجيبش طاجن ام علي. طاجن ام علي ده اكتر حلويات شرقيه انا بحبها عامه يعني. لو رحت اي مكان لازم اطلب ام علي دي. بصوا دي ام علي قشطه. شايفين الوش؟ شايفين الكريميه ازاي؟ كل دي قشطه. بسم الله. تحفه، حلو قوي. زي ما قلت لكم هم متخصصين في الالبان والحاجات دي، فعاملينها حلوه قوي ودسمه وجميله. المره اللي فاتت انا جبت لكم اللزلوزه، جبتها لكم باللوتس، وانا قلت لكم انها حلوه على الرغم من ان انا ما بحبش صوص اللوتس قوي. جبتها المره دي بقى بالبيستاشيو. هي كريمه البناكوتا وعليها كنافه بالبيستاشيو وعليها صوص بيستاشيو من فوق، وتحتيها في اللي هي الكيكه اللي هي تريلاتشي. تعالوا ندوقها. بسم الله. دي حلوه قوي بالنسبه لي، انا احلى بكتير من اللوتس، لان انا زي ما قلت لكم انا ما بحبش اللوتس. دي احلى كتير. هي طبعا مسكره عشان الكنافه بالبيستاشيو بتبقى فيها تسكيره شويه، بس كسرها بقى الكريمه دي. وطبعا جبت الهكونه بطاطا في المطبخ، بس انا وريتها لكم المره اللي فاتت خلاص. يلا بقى باي. نسيت اقول لكم صح الاسعار. فتة الشبح دي هي الاسعار مكتوبه عليهم. فتة الشبح ب55، ام علي ب38، ودي بكام؟ دي بكام؟ دي عامله 75 جنيه، بس بصراحه هم يستاهلوا. يلا باي.